مرحبا حبايبي، كيفكن؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم رح نعمل لكم كريم كراميل، وصفة كتير سهلة اي حدا بيقدر يسويها في البيت. المكونات هون عنا هون لتر حليب كامل دسم و10 بيضات متوسط الحجم. في عندي هون ليمونة مبشورة ورشة فانيليا. في عندي هون كوب من السكر الخشن، وفي عندي هون ربع كوب سكر مشان الكراميل. ويلا رح نبلش. هلا اول شي بنزل الحليب على النار عشان الحليب يغلي، وبعدين نكمل الباقي. وهلا بنعمل كراميل. قبل ما يغلي الحليب نعمل كراميل مع بعض. وهلا تقريبا الكراميل صار جاهز، بدنا نصبه على شي بايركس. طبعا هيك رح نعمل مشان كامل البايركس يكون تمام. كراميل، بيض، سكر، فانيليا، بشر ليمون. وهلا بنخلطها مع بعض. يا جماعة لازم الحليب يكون عم يغلي، اهم شي. وهلا بشويش هيك ننزل شوي شوي. طبعا لازم نصفي انه في ليمون. الفرن تبعي على 140 درجة مئوية، انا مجهز من قبل طبعا. وهلا راح احط مي هون بالصينية، مي دافية شوي. وهلا هيك لمدة 40 دقيقة. وهلا بعد 40 دقيقة هيك صارت شكلها. طبعا مشان نعرف اذا مستوية كيف بنجربها بسكينة هيك، ندخلها هيك للأخير، بنشوفها إذا طلعت. يعني بنشوف إذا هيك السكينة طلعت نظيفة معناتها مستوية 100%. هلا بناخدها على البراد. طبعا قبل البراد بنخليها شوي شغلة نص ساعة برا، بعدين نحطها في البراد لمدة ساعة، وبعدين فينا نقلبها ونزينها. وهلا يا جماعة بعد ما صارت باردة، هلا رح نقلب القالب في البايركس هون. بس قبل كل شي لازم ننزل الأطراف بهي الطريقة. هلا هيك قلبناها صارت جاهزة. هلا هيك مزينة بشوية فواكه. شايفين كيف شكلها صارت؟ وهلا تفضلوا. صحتين هون.